السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك على الصدارة بفارق 5 نقاط. 5 نقاط. النهاردة الزمالك بيفوز على بيراميدز 1-0 في ماتش كان صعب جدا جدا جدا. الماتش يا جماعة كان صعب جدا. احنا كنا في الاستاد ولسه جايين، وكان ماتش يعني مش عايز اقولك، كان في حاجات كتير، وكان الجمهور الجمهور الجمهور. احنا ما نقدرش نتكلم غير على الجمهور يا جماعة. الجمهور بيهز الصخر. الجمهور رقم واحد. جمهور الزمالك رقم واحد. داخلة جامدة جدا. جمهور تشجيع طول الماتش. اللعيبة برضو عندها حماس. كل الناس في الملعب ان شاء الله الحمد لله كانوا عايزين يكسبوا، وكانوا عايزين الجون اتأخر، والدنيا كانت متوترة جدا، متوترة جدا جدا جدا. كنا متوترين والحمد لله كنا حاسين ان احنا هنكسب. خلينا نبتدي. النهارده الزمالك بدأ بالمهدي سليمان، حسام عبد المجيد، والونش، و عمر جابر، وفتوح على الشمال بدل بنتايج اللي اتصاب للاسف، اللي كان هيفرق جدا جدا مع الزمالك بنتايج، لان الجبهه الشمال دي كانت فاضيه. خلينا نكمل التشكيله. كان محمد اسماعيل ومحمد شحاته، قدامهم عبد الله السعيد، ناصر منسي، وبزيره، وعدي الدباغ. طيب خلينا نتكلم. الشوط الاول كان بدأ بتحفظ. الزمالك كان ماسك كوره شويه، ولكن ما كان الفرقتين خايفين من بعض. يعني البيراميدز نازل الماتش خايف يخسر، الزمالك نازل الماتش خايف يخسر. الكوره كانت تحضير كتير من ورا. زي ما قلنا قبل كده الزمالك بيلعب على حته التحولات، بس النهارده للاسف الشوط الاول وكمان حبه من الشوط الثاني لحد ما نزل شيكو بنزا احنا بنلعب ناقصين. بنلعب عدي الدباغ مش قادر يدي في الشمال. يعني هو مش عدلته. يعني عدي الدباغ بيلعب بشماله، فهو بيلعب على الشمال مش عارف يخش جوه الملعب. لما كان بيلعب على اليمين بيعرف يدخل جوه الملعب، طبعا عشان بزيرة بيلعب على اليمين طول الماتش. الموضوع كان فارق جدا جدا مع الزمالك. حته ان عدي الدباغ مش قادر يأدي. حته الوينج هي مش بتاعته. شيكو بنزا النهارده الحمد لله لما نزل عمل فرق جامد جدا. لكن خلينا نبتدي الشوط الاول كمان. الدنيا ما كانش فيها هجمات، يعني نقول ان هي هجمات خطره. الكره بتاعت عبد الله السعيد اللي كانت في الشوط الاول، وخدها وراح لعبها ار2 كده، او لعبها ببطن رجله، ولكن للاسف جت من جنب القايم كده. دي برضو فرقت مع الزمالك جامد جدا. لو كنا جبنا جون بدري كنا هنستريح، وكنا هنجيب التاني، كنا هنجيب التالت. واللي عمل فينا كده ان الجون كمان اتأخر. يعني الجون اللي احنا جبناه اتاخر، ولما الجون جبناه احنا قدرنا ان احنا نجيب جون تاني بتاع شيكو بنزا وفرق كتير. بدأنا الشوط الثاني. الكابتن لان محمد اسماعيل النهارده كابتن معتمد غير، شال محمد اسماعيل، حط محمد السيد عشان يلعب كوره ويقدر يمسك كوره في نص الملعب مع عبد الله السعيد وتحتهم شحاته. محمد اسماعيل للاسف النهارده ما كانش في حالته خالص، ما كانش في حالته. يعني كان الكوره بتطول منه كتير، الكوره كان ميس باس كتير. في كور كتير كانت ثنائيات كان بيخسرها، مش عارف ما كانتش ظابطه معاه. والكابتن معتمد الحمد لله في الشوط الثاني اول تغييره غيرها ونزل محمد السيد. ولكن تعليق بس، التغييرات اتاخرت قوي. يعني شيكو بنزا نازل كان في الدقيقه 80 او حاجه و80، نزل متاخر جدا. يعني لا احنا محتاجين ان احنا يعني كان الزمالك محتاج حد سريع، محتاج حد يجري، محتاج حد يلعب وينج. لما شفت الفرق لما خد بزيرة، خد الكوره وفي كوره راح لعبها لشيكو بنزا، راح شيكو بنزا شايطها ضاعت. ادي دي كانت اول هجمه، تاني هجمه الحمد لله جت جون، تالت هجمه جت جون واتحسبت اوفسايد. الزمالك النهارده كان بيلعب، يعني عايزين نقول المهدي سليمان النهارده يعتبر ما اختبرش. بيراميدز النهارده ما جاش الماتش، الحمد لله ان هو ما جاش الماتش. زي ما قلت لكم كانوا بينيمونا، وكانوا بينيموا الزمالك ويقول لك شيبي مصاب ومرعي مصاب وكارتي مصاب، كله لعب. النهارده كله في الملعب، وزلاكا مصاب، كله في الملعب. النهارده الشيبي بادئ. النهارده مرعي نزل بدل اسامه جلال اللي اتصاب، نقول له الف سلامه. نزل كمان. زلاكا كان بيلعب. كل الفرقه بتاعت فيستون مايلي كله بيلعب، مفيش حد. فرقه بيراميدز كانت كامله،
ولكن احنا برضو الزمالك، احنا هنفضل احنا الزمالك. بيراميدز تجيب احسن لعيبه في الدنيا، ولكن احنا هنفضل الزمالك بجمهوره، الزمالك بالروح اللي فيه، الزمالك بلاعيبته، بادارته، بجهازه الفني. الماتش كان انا شايفه بصراحه ان هو كان اللي حصل قدامي ان الزمالك كان عايز يكسب. بيراميدز بعد الشوط، بعد ما جه في جون بدا ان هو يهاجم، فيروشيتش بدا يهاجم متاخر على الزمالك. فالحمد لله ان هو بدا يهاجم متاخر، كان كله ماسك كوره، تحضير من ورا. الزمالك برده كان بيحضر كتير قوي من ورا عشان يلعب الطويله لناصر منسي اللي النهارده ما كانش في حالته خالص. يمكن عمل اسيست لشيكو بنزا في الاخر اللي هو الجون اللي اتلغى، ولكن ناصر منسي النهارده ما كانش في حالته خالص. يعني كل الكور العاليه او كل الكور اللي هو بنعتمد عليها في كام كوره راحت بس ما لحقهاش، ولكن النهارده ما كانش في حالته. وعدي الدباغ ما كانش في حالته. خلينا نقول برده ان احنا الحمد لله كسبنا، اهم حاجه ان احنا نكسب، اهم حاجه الثلاثه بونت. الزمالك الحمد لله بقى فرق دلوقتي بينه وبين بيراميدز 5 بونت، وبينه وبين الاهلي 5 بونت. ماتش الاهلي مع بيراميدز هيحدد بنسبه كبيره، بنسبه كبيره شكل الدوري اكتر. يعني انا اتمناها، او احنا كزملكاويه نتمناها انها تطلع تعادل عشان يبقى فرق، والزمالك يكسب انبي. مفيش، هو ماتش انبي ده يا جماعه احنا عندنا حاجه عند انبي عايزين ناخدها من الدور الاول. انبي اللي احنا خسرت منه انا ما ينفعش اخسر منه، ما ينفعش، انا لازم اروح اديله فوق دماغه عشان خاطر ان انا اقدر اخد الماتش. الحمد لله، الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الحمد لله. الاول ده كابتن معتمد طبعا لازم نحييه ولازم نشكره. الزمالك بيعمل معجزه، الزمالك بيعمل انجاز، الزمالك حتى لو ما خدش الدوري الزمالك عامل انجاز. الزمالك وصل نهائي كونفدراليه، وصل خلاص ان شاء الله باذن الله ماتشين كمان نكسبهم وناخد الدوري. مش عايزين حاجه تانيه، احنا مش عايزين حاجه تانيه. الماتش ده هيأثر على الاهلي وهيأثر على بيراميدز، يعني انت كسبت بيراميدز بقى فرق 5 بونت. الماتش ده هيأثر على الاثنين، هيأثر على الاهلي كمان. ممكن ان هو كان الزمالك خسر كان الاهلي هينزل يكسب، وكان هينزل يبقى عنده دفعه وعنده حماس. ولكن الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نكسب، قدرنا ان احنا ننتصر، والحمد لله فزنا على بيراميدز. نقفل صفحه بيراميدز خالص ونفكر في ماتش انبي يوم الاثنين. عندنا ماتش مهم، عندنا ماتش انبي ده ب3 بونت، 3 بونت بتوع الدوري ان شاء الله، 3 بونت بتوع الدوري. لو خدناهم 3 بونت الدوري باذن الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله قدرنا ان احنا نفوز. الزمالك قدر يعمل الانجاز. خوان بزيرة يا جماعه، خوان بزيرة ده حاجه تانية يا جدعان، حاجه تانية. خوان بزيرة كان محمد حمدي بتاع بيراميدز ماسكه طول الماتش، هاتك يا ضرب، هاتك يا ضرب، هاتك يا ضرب. والكابتن الحكم ما كانش هنا، يعني الحكم ما ادالوش انذار اصلا. كل كرة بيضرب، كل كرة بيضرب. مهند لاشين تاكلينج، مهند لاشين لاعب كبير قوي يا جماعه، لاعب كبير جدا، من احسن اللعيبه اللي في نص الملعب بصراحه. بتمسك كوره وبتلف كوره، تاكلينج شغال، بيعمل كل حاجه بصراحة. الماتش كان حلو. وبرده عمر جابر النهارده باع نفسه في كوره صعبة جدا، في كوره كده كانت من على الشمال عند لبيراميدز. عمر جابر اتزحلق باع نفسه. عبد الله السعيد خبره عبد الله عمل فاول عشان عارف ان الكوره خد مع ناصر ماهر. ناصر ماهر ما اعرفش ليه عمر جابر راح متزحلق كوره. طب ليه يا عمر بعت نفسك ليه؟ ما انت العب، امسك، شد، اعمل فاول، فاول تكتيكي. عبد الله اللي عمله، عبد الله خد انذار فيها الكرة دي. ولكن الحمد لله كان ماتش صعب جدا، كان ماتش متوتر، كنا متوترين جدا. اللعيبه برضه في الاخر كانت متوتره، لكن الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب. ومبروك للزمالك ومبروك للزملكاويه، وان شاء الله الدوري في 100 عقبه. شكرا ليكم، وما تنسوش لايك وسبسكرايب، وقول لنا رايك في الكومنت مين هو بطل الدوري. طبعا الزمالك. شكرا.